اهلا بيكم. ازيكم؟ النهارده هوريكم ازاي عملت موقع زي ده باستخدام ويند سيرف وسونت 3.5 بتاع كلود في اقل من 5 دقايق. ده موقع بتاع فندق، انا سميته فندق السعادة، وعملت له الموقع ده من غير ما اكتب ولا سطر كود وباستخدام اداة ويند سيرف، من خلال ان انا كتبت له بس ان انا عايز موقع لفندق اسمه فندق السعادة. خلينا نشوف عملته مع بعض ازاي في اقل من 5 دقايق. اول حاجة هتعملها ان انت هتنزل ويند سيرف من موقع اسمه كوديوم، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وبمجرد ما تنزله هيفتح معاك واجهة زي اللي انت شايفها دي. بعد التسجيل خلينا ننزله من زرار داونلود ونرجع نتكلم مع بعض تاني. انا هنا نزلت ويند سيرف، بمجرد ما نزلته فتح لي زي ما انتم شايفين كده اهوت الصفحة اللي قدامي دي. كل اللي انا عملته ان انا فتحته، عملت سيت اب، سجلت وفتحته قدامكم. واول ما فتح لي ان انا ممكن اشات مع الموديل كلود 3.5 سونت زي ما انتم شايفين هنا اهوت. فانا هرجع هنا اهوت وهقول له محتاج موقع الكتروني لفندق السعاده بالعربي، وخلينا نشوف هيعمل ايه. مجرد ما دوست له انتر ابتدى يشتغل معايا ويقول لي سأساعدك في إنشاء موقع إلكتروني لفندق السعادة باللغة العربية. سأقوم بإنشاء موقع بسيط وجميل يحتوي على الصفحات الأساسية الرئيسية. وابتدى هنا هو يعمل كرييتنج للإندكس HTML زي ما انتم شايفين. هو دلوقتي شغال، لسه ما كريتهاش لأن هو لسه ما خلصهاش، بس هو شغال عليها. وبعدين بمجرد ما كريتها أهي ابتدى يطلع لي الكود بتاعها. فانا اقول له accept all changes، فهو كده انا قبلت التشينجز. ابتدى يفتح ملف جديد اسمه الستايل CSS اللي هو الستايلنج بتاع الموقع. خلينا نشوف هيطلعه شكله عامل ازاي. وهنلاقيه كتب 200 سطر كود وقال التصميم يتميز، لقد قمت بإنشاء تصميم جميل وعصري للموقع باستخدام CSS، بستخدم فيه الفونت كايرو الجميل، خط رائع، استخدم فيه الوان هاديه ومريحه للعين، تاثيرات حركه بسيطه عند التفاعل، تنسيق جميل للبطاقات والاقسام، قائمه تنقل ثابته في اعلى الصفحه. طب خلينا نشوف الكلام اللي هو عمله ده شكله عامل ازاي. انا هنا هفتح الموقع اللي هو عمله وخلينا نشوف شكله. لقيته فندق السعاده الرئيسيه، الغرف، خدماتنا، اتصل بينا، حلو جدا ممتاز. بس هو لسه مفهوش اي تاثيرات، مفهوش اي صور. فخلينا نرجع نقول ان انا محتاج في الهيرو سكشن هنا هو 3 صور يتبدلوا اوتوماتيك. خليكم معايا. فانا قلت له محتاج في الهيرو سكشن 3 صور يتبدلوا اوتوماتيك. فابتدى يفهم اللي انا كتبته. قال لي ستحتاج في الهيرو سكشن قسم سلايد شو عشان عرض شرائح تلقائي للتحكم في تبديل الصور. فانا هستخدم جافا سكريبت وسي اس اس واتش تي ام ال عشان اعمل الكلام دوت. لو اخدتوا بالكم هنا هو ضاف 16 كود وشال 3 اكواد في قسم الاندكس، وبعدين دخل على قسم الستايل CSS وابتدى يعمل الاكواد بتاعته. التحكم في تبديل الصور تلقائي هيبتدي يشتغل على السكريبت بتاع جافا سكريبت، وابتدى يعمل الكود بتاعه وخلصه، وبيعمل شوية editing في الموقع ومستنيه يخلص. لقد قمت بإضافة عرض شرائح تلقائي في قسم الهيرو سكشن. 3 صور جميلة، تأثير انتقائي سلس، طبقة شفافة سوداء فوق الصور، تحسين قراءة النص، تصميم متجاوب يعمل على جميع أحجام الشاشة، عرض النص والأزرار فوق الصور بشكل واضح. طب خلينا نشوف الكلام ده. أنا هفتح الموقع وهعمل ريفرش بس واشوف. انا عملت ريفرش فما لقيتوش حط الصور، ما لقيتوش حط حاجه. فهرجع اقول له الصور ما اتضافتش. فانا قلت له الصور لم تضاف بعد وهستنى يرد عليا. قال لي سأقوم بإضافة صور حقيقية للفندق، سنقوم بإنشاء مجلد للصور وإضافة الصور إليه. فابتدى يعمل مجلد للصور وبيقول لي accept، فهقول له accept go ahead. طبعا هو في برامج تانية كتير ابتدت تعمل الكودينج اوتوماتيك زي bolt.new وكورسر. انا جربت الاتنين، بس بصراحة انا ده اكتر واحد عجبني هو الويند سيرف، لان انت دايما قدامك بتشوف كل التغييرات اللي بيعملها. وبعدين مجاني بشكل كامل. انا مش عارف مجاني لغاية امتى، بس خلينا نستغل فرصة ان هو مجاني دلوقتي. هو بيقول لي ان انا خلصت، تعالوا نرجع نشوفه. وهقول له ريفرش، وبالفعل ضاف لي 3 صور. ادي اول صورة، والمفروض يتنقل معايا لل3 صور. وادي الصورة التانية، وادي الصورة التالتة. هقول له ان كلمة احجز هنا محتاج ان هي تكون بوتوم لان هي مش واضحة. وهقول له كمان ان الغرف العادية والجناح العائلي وجناح فاخر انا محتاج صور ليهم. فخلينا نقول له الكلام ده. فانا قلت له زر احجز الان لا يظهر بسبب الصور في الهيرو سكشن. لإصلاح مشكلة ظهور زرار احجز الآن وتنسيق المحتوى CSS، تقوم بتعديل محتوى الهيرو سكشن. وابتدى يعمل editing للستايلنج بتاعه. خلينا نشوف لما عمل له editing بقى عامل ازاي.
هو دلوقتي ضاف 28 كود وشال 15 كود وبيقول لي انا خلصت، خلينا نشوفه مع بعض. فاقول له ريفرش، طلعه في شكل زرار جميل نقدر ان احنا ندوس عليه. طب خلينا نكمل، واقول له انا محتاج قسم الغرف والاجنحة يكون فيه صور لكل كاتيجوري. فقلت له قسم الغرف والاجنحة محتاج صورة لكل كاتيجوري، فخلينا نشوف هيعمل ايه. ابتدى فعلا ان هو يعمل editing لملف الاندكس بتاع ال HTML عشان يضيف الصور عليه. generating just a few seconds more. وبالفعل ضاف 42 كود وشال 9 اكواد، ودلوقتي بيعمل الستايلنج بتاعه. وبالفعل قاد 87 كود وشال 8، وبيقول انا عملت تحديث عليه، خلينا نروح نشوف ونتفرج. فانا هعمل ريفرش بس، وبالفعل ضاف لي الثلاث صور اللي انا قلت له عليهم لكل غرفة، وحطها لي بالمبالغ كمان. ممكن اقول له خليها بدل ريال خليها جنيه، فانا قلت له غير العملة لجنيه مصري، وهسيبه يغير العملة لجنيه مصري. وهنزل تحت كمان على الجزء على بال ما يخلص الجزء بتاع خدماتنا، وهقول له مطعم، مسبح، موقف سيارات، واي فاي. هقول له محتاج ايقونة لكل واحد من دول، فانا قلت له محتاج ايقونة لقسم الخدمات، ايقونة لكل قسم. وخلينا نشوف هيقول ايه. ودلوقتي هو عدل في الكود، وبعدين بيعدل في الستايلنج بتاعه، وبالفعل عدل في الستايلنج. ودلوقتي هو خلص، خلينا نرجع نتفرج عليه. مبدئيا ادي الايقونات اللي انا طلبتها منه، حط ايقونة لكل خدمة، وغير الجنيه المصري بدل الريال. طبعا الاسعار دي انا ممكن اتحكم فيها زي ما انا عايز، بان انا اقول له عدل اي سعر فيهم. وبكده يبقى هو خلص الموقع بالشكل اللي انا طلبته منه لفندق السعادة. طب ده اول مثال، خلينا نجرب نعمل مشروع تاني. طب ده اول مثال، خلينا نجرب نعمل مشاريع تانية بيه. بس قوليلي في الكومنتات لو المشروع ده عجبكم ويند سيرف عجبكم، ولو تحبوا نعمل مشاريع تانية بيه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دوت.